السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، بما ان بكرة في مدارس ان شاء الله واحنا نسينا نجيب عيش خلاص، فاحنا دلوقتي قررنا ان احنا الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه رغيفين عيش. بصوا هيبقى عيش من غير خميرة، مقارب شوية للرقاق كده او الرقاق على رأي جنة. بصوا انا معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق. بصوا الدقيق ده جميع الاغراض خلاص. ومعايا هحط عليه ذرة سكر كده وذرة ملح صغيرة كده، هقلبهم كده. بصي لو عندك لبن عادي اللي هو اللبن الحليب ده ممكن نعجن بيه، ما عندكش هنعجن بميه عادي. بس انا لقيت هنا بصوا بتاع معلقه صغيره من اللبن البودره هحطها، بتاع معلقه هي مش اكتر من كده خلاص. وهقلب. هعمل ايه بعد كده؟ معايا هنا سمنه، هاخد منها 3 معالق كده سمنه وقلبي. العيش دوت بيطلع احسن 100 مره من العيش الفينو. وبعدين بنعمله فين؟ على البوتاجاز، العين بتاعت البوتاجاز يعني من فوق. بصوا يا جماعه انا بفضل بقلب فيه كده، بقلب السمنه بالدقيق عشان الدقيق بتاعي يتشرب السمنه خلاص. والله العظيم من اسهل انواع العيش اللي انت اصلا هتعمليها، هيعجبك قوي وهيبقى طري كده وحلو اصلا في السندوتشات كمان. خلاص انا كده شربت الدقيق ب3 معالق السمنه اللي انا كنت حطاهم. معايا هنا بصوا كوبايه الا ربع دقيق، كوبايه الا ربع ميه اهي. هفضل احط منها شويه شويه، بسم الله. حطي شويه صغيرين بشويه صغيرين وقلبي لغايه لما تبقى معايا عجينه. ها بصوا هاتي كده جنة الكوبايه دي. الكوبايه دي انا كنت حاطه فيها كوبايه الا ربع ميه، هي خدتها كلها خلاص. هاتي هنا جنة كده. بصوا ده شكل عجينه كده مش محتاجه اي ميه تاني، فانا هفضل اعجن فيها شويه وبعدين هنرجع تاني مع بعض اهي. بصوا يا جماعه انا قعدت اعجن فيها لغايه ما بقت بالشكل ده. بصوا على فكره انا ولا حاطه فيها خميره ولا بيكنج باودر خلاص، ولا اي حاجه ترفعها يعني. اهي بصوا بقت بالشكل ده خلاص. كل الحكايه ان انا هغطيها، هي مش هتخمر اصلا، انا هغطيها بس مجرد ان هي ترتاح وبعد كده هنيجي نفردها مع بعض. ماشي خلاص. هاتي هنا جنة. بصوا يا جماعه خلاص، هي انا سبتها ارتاحت شويه وبعد كده كورتها كده زي ما انتم شايفين خلاص، وسبتها برده لمده 5 دقايق وهنفردها مع بعض بقى دلوقتي. ده طبق فيه شويه دقيق اللي انا هفرد منهم. بصوا ده طبق انا هحط فيه شويه دقيق كده، وكل واحده هفردها هروح احطها هنا على بعض، احطهم على بعض هنشوف مع بعض ازاي يعني. يلا بصوا هحط هنا شويه دقيق كده او رشه دقيق، رشه حلوه. وبعدين همسك اول واحده انا كورتها اهي دي. يلا هقول بسم الله وابتدي افردي. بصي العجينه اصلا طريه معايا، فمش اللي هي بتمط دي، لا هتروح وتيجي معاكي يعني تبقى كويسه. لا راحت، عايزه اعطس والعطسه بتروح وتيجي خلاص. بصي انا بفردها كده بايديا شويه وبعد كده بقى هستعمل السريع اهي. بصوا احنا عايزين نفرد فيها، احنا عايزينها تبقى بصوا حاجه رقيقه قوي، مش عيش هو البكاكين ده، لا انا عايزاها ايه تفرد معايا وتبقى رفيعه. الخيال جه. طب تعالي هاتيها هنا الاول. يلا بصوا يا جماعه انا دي فردتها اهي. بصوا هاتي كده يا جنه. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي اهو اهو خلاص. ثواني كده يا جنه هشيلها كده اهو. تعالي هنا في الطبق اللي انا حاطه فيه رشه الدقيق دي هحطها كده خلاص. بصوا هحط شويه دقيق كده عليها من فوق وهفرد واحده كمان واحطها عليها. انا خلصت الكميه كلها واحطها فوق بعض وبعد كده هبدا اسوي واحده واحده. بصوا يا جماعه دي تاني واحده هنا بعملها، وحاولي ترققي على قد ما تقدري. بصي بقى هعمل ايه، هشيل دي اهي، دي تاني واحده اهي. بصوا هاتي هنا يا جنه دي كده وهحطها فوق التانيه اهي، ولا هيحصل اي حاجه خلاص اهو. هخلص الكميه كلها، كل مره هدي رشه دقيق واحط اللي انا فردتها فوقيهم لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. خلاص انا هنا خلصت الكميه بتاعتي. يلا تعالي جنة هنا. بصي انا حطاهم كلهم اهي رقيق فوق بعض كده. بصوا اهي، بصوا ادي واحده اتنين والتالتة مفيش حاجه فيهم لازقه. طيب انا دلوقتي حاطه صينيه وقلبها على النار، على نار متوسطه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. هاتي هنا حاجه الصينيه.
اهي. انا مشغله النار نار متوسطه وقلبه الصينيه، والصينيه دي انا عاملاها بس ان انا بعمل عليها العيش خلاص. وطبعا هتمسحيها من فوق. يلا نشيل اول رغيف معانا اهو. بسم الله. هاتي ايدك هاتي ايدك. نسويه بقى كده. والله العظيم من اسهل انواع العيش اللي هتجربيها وهتعمليها، ما بتاخدش وقت ولا بتاخد خمر ولا بتاخد اي حاجه. بصوا. انت برده. خلاص بصوا يا جماعه، بدا يبقلل معايا اهو. انت على برد على فكره. بصوا اول ما يبقى يا كده امي بس. اروح قلبان الناحيه التانيه كده اهو. يا سلام بقى لو عندك لبن، لو عندك لبن او قشطه وعجنتي العجينه كلها بلبن او قشطه. لكن انا عجناها بميه وحاطه بس معلقه لبن بودره واحده. بصوا يا جماعه الجمال، والله العظيم وريحته تحفه. وهيبقى معاكي طري ومية مية. لسه جانا ما استوتش على فكره. ها. مم. هو اصلا ما بياخدش معايا ثواني. بصوا دي كده خلاص خلصت. انا عايزاها كده، انا عايزاها بالشكل ده. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هشيلها كده زي ما هي. استني كده احسن مولعه. تعالي جنة. انا هنا فرشه اي حاجه عندك، فوطه مطبخ نضيفه اي حاجه هتفرشيها كده، وهتحطي كل رقاقه هتعمليها هتحطيها فوق التانية، وهتيجي تغطيها كده خلاص علشان بس ايه ما تنشفش. يلا نعمل اللي بعدها. دقيق. بسم الله. يلا. التانية هشيلها اهي بكل ولعتي البوتاجاز سهوله. الاول. موالع اهو. امال هي استوت ازاي؟ خلاص دي تاني واحده اهي. دي تاني رغيف معايا اهو. دي دي برده ليه كده؟ وصوتوش طالعه معانا. شايفه البقاليل دي ومن غير خميره والله من غير حاجه. يلا تقلبي الناحيه التانية على طول اهي. خلاص كده كفايه اهو. بصوا هاخدها هنا. تعالي جنب. واحطها جنب اخواتها هنا اهي. وهتروحي مغطيه عليها اهو عشان ما تنشفش، وهكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. عملت. بصوا دي اخر واحده معايا اهي. دي كانت اخر واحده. ففقت ايدي اتلسعت من اخر واحده دي هتتلسع بقى دلوقتي. بصوا يا جماعه دي خلاص كده. انا طفيت كده. دي اخر واحده معايا اهي. هشيلها زي ما هي كده احطها جنب اخواتها. واو مولعه. يلا بينا يا جماعه، احنا كده خلصنا كميه العيش اللي موجوده معانا. بصوا هو طلع بالشكل ده. بصوا اهو طري ازاي اهو. والله العظيم احلى من الكريب اللي انتوا بتعملوه كمان. ما خدش معانا لا وقت ولا مجهود ولا حطينا فيه خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه اهو. بصوا. بصوا طري ازاي. طب تعالوا كده نجرب واحد. لما اجي اعمله مثلا سندوتش اعمله ازاي. ناخد دي كده يا جنة. بصي اهو. ممكن ان انت هتعمليه سندوتش وهتلفيه كده عادي خالص. وانا بقى بعمله ازاي. انا بعمله كده. بصوا اهو. شبه الكريب اللي جاي من بره اهو. ابعدي كده الكاميرا شويه يا جنة اهو. بصوا اهو. والله العظيم ولا احلى من كده. ريحه وطعم تحفه اصلا، واحلى كمان من العيش الفينو. ما بياخدش لاي وقت ولا اي حاجه اهو. بصوا اهو. اهو. احلى عيش هتعملي منه سندوتشات. خلاص. جربي الطريقه دي، ولو عجبتك ما تنسيش لايك. وما تنسيش لو انت ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه. يلا سلام.